السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتواصل الإثارة في ملف المنتخب الجزائري، وهذه المرة مع النجم إسماعيل بن ناصر لاعب خط الوسط في دينامو زغرب الكرواتي، الذي تفاعل مع قرار استبعاده المرة الثانية على التوالي من معسكر الخضر. قرار يبدو أنه يؤكد خروجه من حسابات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في المباراتين الحاسمتين أمام الصومال وأوغندا ضمن ختام تصفيات كأس العالم 2026. بيتكوفيتش أعلن الخامس عن قائمة تضم 26 لاعبا يكفي المنتخب الجزائري الفوز أمام الصومال يوم 10 من أكتوبر لضمان التأهل رسميا للمرة الخامسة في تاريخه. لكن المفاجأة أن إسماعيل بن ناصر ظل خارج القائمة رغم عودته مؤخرا للمنافسة بعد انتقاله إلى دينامو زغرب ومشاركته أساسيا مع ناديه في الدوري الكرواتي. الجميع كان يتوقع عودته، خاصة وأن آخر ظهور له بقميص الخضر كان في يونيو الماضي حين شارك أساسيا أمام السويد وديا، غير أن بيتكوفيتش اختار المضي في خيارات جديدة باستبعاد بعض الأسماء واستدعاء عناصر أخرى. رد فعل بن ناصر جاء سريعا عبر حسابه الرسمي على انستغرام، حيث نشر رمزا تعبيريا يوحي بالاستغراب من القرار، الأمر الذي أشعل النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بين متضامنين مع اللاعب مؤيدين لقرارات المدرب الذي يبدو عازما على بناء توليفة مختلفة استعدادا للتحديات المقبلة. في النهاية يبقى السؤال مطروح: هل أحسن بيتكوفيتش الاختيار باستبعاد أفضل لاعب في كأس إفريقيا 2019، أم أن الخضر سيخسرون الكثير بغياب نجم خط وسطهم مرة أخرى؟